لو نفسك تاكلي بقى طاجن سجق من الاخر، لا تقولي لي بقى مطاعم بقى حضرموت والمندي وكل الكلام ده، لا احنا هنعمل طاجن سجق من الاخر احترافي. بس اهم حاجه كده نصلي على النبي ونسمي بالله ونبدا الفيديو بتاعنا وتابعيني، وما تنسيش اللايك، وانا هخليكي تعملي احلى طاجن سجق الكل اللي هياكله هيقول لك انت شاريه من بره. اهم حاجه بقى نصلي على النبي كده ونسمي بالله ونبدا الوصفه بتاعتنا. احنا معانا طبق كده من الطماطم هنقطعه قطع صغيره، مع فلفل رومي، مع حبة بقى فلفل رومي كده برضو نقطعهم صغيرين. لو انت عايزة الطاجن بتاعك يبقى حراق، حراق طبعا بيروح في حتة تانية، ولكن لو انت بتحبيه حراق هنقطع بقى قرنين فلفل حراق كده، مع برضو كمية من البصل حلوة هنقطعها جوانح كده مع السجق بتاعنا. هنروح بقى جايبين طاسة كبيرة او صينية، هنحطها على النار مع معلقتين 3 من الزيت، مع معلقة برضو من الزبدة، ونحطهم على النار. اهم حاجة يسخنوا كويس جدا، الخطوة دي مهمة علشان يتشوح معاكي السجق كويس. السجق بتاعنا بيجي متربط كده، بيبقى ايه كذا واحدة بيبقوا مربوطين في قلب بعض، لا بنحاول ان احنا بنقطعهم زي ما انت شايفة كده، على اساس الواحدة تبقى بوحدتها ما يبقوش لازقين في بعض. ونروح منزلينه لما يكون الزيت والسمنة يعني سخنوا على الاخر بيطشطشوا كده، يعني لو حطيتي طشطشتي حبة مية فيهم كده تطلع لك طشطشة. انا طشطشت كتير بس يلا بقى متنسونيش بقى في اللايك والاشتراك، واهم حاجة زي ما انتم شايفين كده نقلب فيه، هينزل بقى الدهون اللي هي فيها دي وهيبقى طعمه خطير. دي كده ايه واحدة سجق كبيرة، فبروح ايه مقطعاها حتتين. بعد ما يتشوح وياخد لون حلو كده هنروح بقى ايه راكنينه على جنب في قلب نفس الايه الطاسة الصينية. لو انت بتعملي في طاسة صغيرة كده ولا حاجة هتعينيه في طبق من فوق، ولكن لو الصينيه بتاعتك كبيره هتعملي زي ما انا عملت كده، هيبقى طعمها جميل. وكمان وفر المواعين. هننزل بقى بحبه البصل الحلوين دول، مع نحط بقى التوابل بتاعتنا، ملح، فلفل اسود، كمون، وايه تاني، ملح وفلفل اسود وكمون، وحبه قرفه بس صغيرين كده. هو كده كده اساسا السجق بيجي من بهر كويس، ولكن الحبه حبه التوابل دول بنحطهم بقى علشان ايه الخضار. هنقلب بقى كل الكلام ده، هتلاقي ايه البصل بتاعك دبل كده. ده بقى بعمل طاجن حراق برضو للايه اللي ما بيحبش اللي هو البارد. هنقلب بقى كل الكلام ده مع بعض وننزل معانا بالفلفل. اول ما احس ان البصل دبل معايا هنروح نازلين بالفلفل الرومي، هنقلبه برضو تقليبه كده لحد يعني 5 دقايق يدبل بس شويه كده، وتروحي ايه نازله عليه بالطماطم. يعني الافضل ان انت تبقي محضره الحاجات دي قبل ما تعمليه. هو الطاجن الخطوات اللي انت هتعمليها على النار ديت مش هتاخد معاكي 10 دقايق ربع ساعه بالكتير على النار. يعني بصي هتقلبي بقى كله في قلب بعض كده، تحفه وسهل ومبياخدش مواعين كتير، وهتلاقيه خلص على طول، وبصراحه طعمه تحفه تحفه تحفه. هتقلبيه بقى كله كده مع بعض يعني حوالي 5 دقايق كده، وتروحي محطه له بقى معلقتين 3 من الايه من الصلصه، سواء انت عاملاها عندك او اللي هي ايه بنشتريها من السوبر ماركت. وهننزل عليهم بكوبايتين من الميه، ونستنى الكلام ده كله بقى يغلي مع بعض. بصوا غلي بقى كويس جدا، هنكون محضرين الطاجن بتاعنا. الطاجن مش هتديني في اي حاجه خالص لان في ميه مش هيتحرق ولا حاجه يعني. هنروح نازلين بقى بكل الكلام ده، نخلي كميه الميه قليله ما نخليهاش كتير، ونروح بقى مدخلينه في الفرن من تحت. وبعد ما يعني ربع ساعه تروحي مشغله عليه الشوايه، هيطلع بالجمال ده تحفه تحفه تحفه، وسهل زي ما قلت لك وبياخدش وقت خالص. يا ريت بقى ما تنسينيش في اللايك والاشتراك وتتابعيني. مع السلامة.